صباح الخير او مساء الخير عليكم، اخباركم ايه؟ انا جايه النهارده اعمل معاكم الفرايد تشيكن بتاعت المحلات. طبعا انا هعملها النهارده بطريقه سهله وبسيطه، وبطريقه تكون صحيه وما تكونش فيها دم ولا تكون نيه ولا اي حاجه من الحاجات دي اللي انتوا بتشوفوها. قلت بقى ايه، يعني ايه نعمل الطريقه دي ونتوكل على الله عشان ناكل ولادنا اكل صحي وناكل احنا كمان اكل صحي. زي ما انتم شايفين كده انا موطيه النار خالص على الفراخ. الميه دي ميه مغليه، المفروض ان هي مغليه من الكاتل. انا حطاها وحطيت بقى ايه عليهم الفراخ، بس في الاول خالص حطيت الميه وحطيت التوابل عباره عن ايه: ملح وفلفل، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، شطه، حبهان، كركم، ورق لورا. كل ده حطيته. لو حابين طبعا تكتبوها عندكم. حطيت بهارات المشاوي. مش عايزين تحطوا بهارات مشاوي متحطوش، ممكن تكتفوا بملح وفلفل وتوم باودر، بصل باودر، بابريكا، شطه. الحاجات دي لو انتوا مش عايزينها بشطه او مش عايزينها تكون حراقه بتستخدموا عادي من غير شطه، بتحطوا بابريكا مدخنه او بابريكا عاديه براحتكم. كل ده طبعا بيبقى في الميه، والميه يعني لما بتيجي نسوي الفراخ هي طبعا بتاخد طعم الشوربه، فاحنا بنسويها في الشوربه ديت وبس كده. هتشوفوا معايا انا هعمل ايه بعد كده. بقى كده يعني انا عملت الشوربه اهو وسيبها تسخن على النار. طبعا ده تاني يوم عشان سبت الفراخ ان هي تدي مع بعض في التتبيله اللي انا كنت عاملاها في الشوربه. وبس كده. ما تحطوش يعني شيلوا الفراخ من الشوربه وما تخلوهاش تستوى قوي للاخر، عشان لو استوت تبقى مهريه. ده يعني ايه نصيحه. تمام. انا بس شلتها وهي نص سوا كده، يعني قربت تدخل في السوا كده، يعني فاهمين. شلت الفراخ من الميه من الشوربه بتاعتها عشان ما تبقاش يعني ما تستويش قوي في الشوربه، وكمان ما تفرولش. فاهمين قصدي؟ انا شلتها وهي اخدت ودت مع بعضها بره الحله. المهم دي الشوربه دي انا سايباها تسخن لحد ما تغلي كده. هنشوف هنعمل فيها ايه. اي توابل تاني بدون مرقه بدون اي حاجه، يعني احنا مش هنحط بصل، مش هنحط توم، لان احنا اوريدي حاطين توم باودر بصل باودر. احنا بنستفيد من الشوربه اللي احنا عملناها للفراخ. والبهارات بدل ما نحط بهارات هنا وبهارات هنا وبهارات هنا، لا احنا بنفس الشوربه هنعمل كل حاجه، ومش هنحتاج مرقه كمان، وهتبقى مرقه يعني طبيعيه بتاعه الفراخ بتاعتنا وفيها بهارات اوريدي، فمش محتاجين. بعد بقى ما الشوربه غليت هاخد الرز وهحطه. طبعا انا هحط معاكم شويه كده عشان اوريكم. هحط بقيته بقى عشان ماسكه التليفون بايد وبحط بايد. بس كده هرجع لكم تاني. وحطيت الرز اهو. طبعا لو حسينا ان الميه زياده او الشوربه زياده على الرز فاحنا بنشيل من الميه دي عادي جدا ونرميها. اخر انا حطيت حوالي معلقتين خل على الرز ده. انا حطيت قد ايه رز؟ حطيت كوبايتين الا ربع رز زي ما انتم شايفين كده. فهعمل ايه؟ هحط دقيق، ادي كوبايه، ادي التانية. بعدين هحط ربع نشا او تلت كوبايه نشا. بعدين هحط بقى الفراخ في الدقيق واعمل كده زي ما انتم شايفين. وبعدين هاخدها احطها في الشوربه. هوريكم انا هحط الشوربه. احطها كده في الشوربه واقوم عامله طبقه تانية وننفض عشان تعمل لنا التعريجه اللي احنا بنشوفها. احطها تاني على طول كده واشيلها على طول. شايفين؟ وهي هحطها في الزيت. نفس التجربة تاني بالدقيق هعمله بالشكل ده، وهعمل كده وانفض كويس واقوم جايبه حطاه في الشوربه تاني اهو زي ما انتم شايفين، واحط تاني زي ما انتم شايفين
وهنخفضها. شايفين التعريجات دي لازم تبقى موجودة. هكمل بقى الباقي وارجع لكم واوريكم الشكل النهائي. بقى شكلها بعد ما طلعتها من النار، شايفين كأنكم جايبينها من محل عادي جدا. طبعا اتبعوا الخطوات اللي انا قلتلكوا عليها وهتبقى زي الفل وتمام. وبس حطوها في زيت ما يكونش غزير، ويعني ما يكونش يعني قليل، فاهمين؟ يكون في المتوسط كده، وهتستوي تكون حلوة كده وفيها الكرمشة اللي احنا بنشوفها في المطاعم والكلام ده. انا حطاها في مصفى وحاطه مناديل، حاطه عليها مناديل عشان اصفي الزيت منها. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد على خير. متنسوش اللايك والسبسكرايب، تعمل لي فولو. هستناكم تكتبوا لي كومنت حلو تحت برأيكم، واشوفكم في فيديو جديد على خير. مع السلامة.